اكتوبر 2022 خطب جلاله الملك قال ودي الحكومه انت قلتي غديري 2 مليون منصب الشغل، ما درتيهش وما دارتوش وما غديروش. جلاله الملك خطب قال ودي واحد الاستثمار فيه الابناك وفيه القطاع الخاص والدوله بقيمه 550 مليار وغينتج عليه. انا بغيت نبقى غير في الاستثمار العمومي. راه الاستثمار لا دابا راه دار الاستثمار هذا باش نتكلموا باش نربطوه ايضا بالنقاش ديال المقاولات، دعم المقاولات، يعني الاثار ديال هذه الاستثمارات. المقاولات قطاع خاص ولا قطاع عمومي؟ واش قطاع خاص ولا قطاع صحيح غير باش قطاع خاص. فاذا الاستثمار الخاص دابا 550 مليار واللي غينتج عليه 500 الف منصب شغل. ده خطاب جلاله الملك. جا رئيس الحكومه في اكتوبر بعد الخطاب ديال جلاله الملك ب 20 يوم قال غيدير التعاقد الوطني حول الاستثمار. فين هو التعاقد الوطني؟ ما كايناش لحد الساعه. لحد الساعه ما كاين. فاذا احنا امام واحد الحكومه كتطلق ارقام التي لا اثر لها ولا قدره على التنفيذ. نسبه واش كتعرفي نسبه الانجاز شحال؟ نسبه الانجاز فيما يتعلق بالاستثمار العمومي هو تقريبا لا يتعدى بضعه 60%. بمعنى حنا امام كنجمعوا الفلوس ولكن ما كنقدروش. اذا ضفنا لهم الجو فاش كيتنفقوا هذا الفساد. ملي كنتكلموا على الفساد وحنا اليوم في نسبه الادراك ديال 99، حنا في الرتبه 99 بعد ما كنا 73 كنخسروا حوالي 50 مليار. اللي ماشي انا اللي قلتها، قالتها الهيئه الوطنيه للنزاهه.